النهارده يا شباب هنتكلم عن تأشيرة البرتغال الجديدة أو التأشيرة اللي أصدرتها البرتغال في الفترة الأخيرة. والتأشيرة ديت يا جماعة هي D7، والتأشيرة ديت يا جماعة بتسمح لك بالإقامة في البرتغال لمدة 5 سنوات. يعني أنت من حقك إن أنت تدخل البلد أول مرة 4 شهور، بعد كده بتاخد الإقامة هناك سنتين في سنتين، بعد كده بتاخد اللي هي الإقامة الدايمة بعد 5 سنوات. وطبعا أكيد التأشيرة ديت يا جماعة ليها شوية شروط، بس هندخل في كل حاجة عن التأشيرة ديت أو نتكلم عن كل حاجة بالتأشيرة ديت، وإزاي إن أنت تعمل إقامة دايمة هناك في قلب البلد، وإيه هي الأوراق وإزاي تقدم بالظبط. الناس اللي هي أول مرة تشوفنا يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلها معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب وكل سنة وانتم طيبين. زي ما قلنا يا جماعة احنا هنتكلم عن تأشيرة جديدة أصدرتها البرتغال في الفترة الأخيرة، وهي D7. والتأشيرة ديت يا جماعة بتسمح لحاملها بدخول البرتغال يا جماعة مرتين، والبقاء هناك في كل مرة لمدة 4 شهور. ومن حق صاحب التأشيرة ديت يا جماعة أول ما يدخل أول مرة اللي هي المرة الأولى لمدة 4 شهور إنه يعمل تصريح إقامة هناك في قلب البلد، ويديله تصريح إقامة مدة سنتين قبل للتجديد برضه لمدة سنتين. بعد 5 سنوات يا جماعة بنحقه إن هو يقدم على الجنسية. طيب لو أنا حابب بقى أقدم على التأشيرة ديت يا جماعة، إيه هي الأوراق اللي هتطلب مني بالظبط؟ الأوراق اللي هتطلب منك لما تيجي تقدم على تأشيرة البرتغال الجديدة يا جماعة اللي هي D7، أول حاجة إن أنت ما يكونش ليك جرائم في قلب البلد اللي أنت مقيم فيها، يعني بلدك سواء كنت مسافر أو مقيم في أي بلد تانية، فأنت يحتاج منك سجل جنائي نضيف ما يكونش فيه أي جرائم، يعني خالي من الجرائم. تاني حاجة يا جماعة لازم تعمل تأمين صحي، يعني ممكن تعمل تأمين صحي في الفترة ال4 شهور اللي أنت هتقيمهم في البرتغال، وأول ما توصل البرتغال وتعمل إقامة هناك أو تصريح الإقامة هناك لمدة سنتين تعمل تأمين صحي داخل البرتغال برضه. بعد كده هتثبت لهم قدرتك المالية يا جماعة، وهنا كشف الحساب البنكي مش هيطلب منك عملية إيداع وسحب، لكن هيطلب منك مبلغ معين يثبت لهم إن أنت تقدر تغطي مصاريفك هناك داخل البلد خلال فترة ال4 شهور لحد ما تستقر على العمل، لحد ما أنت مثلا تعمل لنفسك عمل حر هناك أيا كان، بس ديت مبالغ تثبت لهم قدرتك المالية. وطبعا دي تعتبر أهم 3 شروط في الأوراق اللي أنت هتيجي تقدم عليها، بجانب طبعا جواز السفر، بجانب اللي هي الصور الشخصية. ديت أهم 3 شروط أنا حبيت أتكلم عنهم عشان ما أطولش عليكم في الفيديو. بعد كده أنت لما بتاخد مثلا طبعا اللي هو مثلا التأشيرة ديت يا جماعة أنت بتقدم لها، وزي ما قلنا بتدفع رسومها 400 يورو. 400 يورو يا جماعة ديت رسوم التأشيرة، وتعتبر مبلغ زهيد، خصوصا إن التأشيرة ديت هتديك حق إقامة دايما هناك في قلب البلد، هتديك بعد كده حق إن أنت تقدم على الجنسية، هتسمح لك إن أنت تدخل بلد أكتر من مرة، وبرضه هتسمح لك إن أنت تتنقل ما بين الدول الأوروبية هناك. طيب التأشيرة ديت يا جماعة بيجي لك الرد إمتى؟ أنت بعد ما بتقدم طبعا وتخلص كل الأوراق اللي إحنا اتكلمنا عنها، أنت بيجي لك الرد خلال 3 شهور، وأقصى حد لما بتأخر بيكون 4 شهور يا جماعة. طيب التأشيرة ديت برضه عشان نبقى عارفين كل حاجة عنها خاصة ازاي هنقدم او ايه هي خطوات التقديم. هناك طريقتين يا جماعة، لا اما تقدم عن طريق مكتب VFS جلوبال، والمكتب ده يا جماعة يعتبر هيتسهل معاك في حاجات كتير خصوصا في الأوراق، ومش هيطلب منك ان انت تعمل مقابلة من خلال المكتب ده. واحنا عارفين ان شركة VFS جلوبال هي شركة معتمدة لدى تأشيرات الشنجن. اما لو انت قدمت عن طريق السفارة اللي هي سفارة البرتغال او السفارة المحلية في قلب بلدك، فانت ممكن يحتاجوا منك طبعا اجراء مقابلة. على العموم يعني عشان ما نطولش في قلب الفيديو النهارده، انا حبيت اتكلم ان التأشيرة دي طريقة تعتبر سهلة ليك ان انت تقدر تقيم في قلب البرتغال، طريقة سهلة برضو ليك ان انت تقدر تقدم على الجنسية، تعتبر من الفرص اللي بتطلعها مثلا الدول، او طريقة للاستثمار، او طريقة للإقامة هناك. دي كل حاجة هنسيب لكم طبعا الموضوع كله في قلب صندوق الوصف الناس اللي حابة تعرف اكتر. وطبعا لو في اي استفسار يا ريت الناس تسيبونا في قلب التعليقات، وانا في اقرب فرصة هرد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.